أسود الترنجة منتخب السنغال بيقدم لحد الآن ملحمة كروية في كأس العالم، وقدر يفوز المنتخب السنغالي على المنتخب الإكوادوري العنيد بنتيجة 2-1 عشان يصعد كأول منتخب أفريقي في هذه النسخة لدور ال16 بدون لاعبه الدولي ساديو ماني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين من كل مكان. معكم محمد المصري من برنامج استاد المصري. حلقة اليوم هتكون مليئة بالأحداث المثيرة والكثيرة المحلية والعالمية، ولكن قبل بداية الحلقة ما تنساش تعمل لايك وتفعل اشتراكك للقناة وزر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وقبل ما نبدأ الحلقة هنقول صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. المنتخب السنغالي بيقدم نسخة استثنائية في كأس العالم السنة دي. كأس العالم المجموعة اللي وقع فيها منتخب السنغال ليست بالهينة، بتضم الطواحين الهولندية والمنتخب الإكوادوري ومنتخب السنغال والبلد المضيف قطر. منتخب السنغال اللي فاز من مباراتين من أصل 3 وكان خسر قدام منتخب هولندا، قدر يفوز النهارده وفي المباراة اللي فاتت، وقدر إنه يعاند المنتخب الهولندي بدون لاعبه ساديو ماني اللي كان أصيب قبل البطولة مباشرة، عشان أليو سيسي يقدر يثبت إن منتخب السنغال بجيله الحالي هو أفضل المنتخبات على مر عصورها. طبعا أنا بتكلم على منتخبات السنغال، مش بتكلم على منتخبات أفريقيا بشكل عام، ولكن في الوقت الحالي منتخب السنغال هو أقوى منتخب في القارة، وأي حد هيقول غير كده يبقى ما بيفهمش كورة، واللي عايز يعاركني يعاركني. قدر المنتخب السنغالي انه يفوز على الاكوادور بنتيجه 2-1 عشان يصعد لدور ال16، وايضا الطواحين الهولنديه فازت اليوم على البلد المضيفه المنتخب القطري بنتيجه 2-0 عشان قطر تقدم في اول نسخه ليها في كاس العالم اداء باهت، اداء مش هيذكروا التاريخ بتسجيلهم هدف واحد وعدم حصولهم على نقطه واحده. والنهارده في مباراه المنتخب الانجليزي مع منتخب ويلز انتهت بثلاثيه لمنتخب الاسود الثلاثه، وامريكا وايران انتهت بنتيجه 1-0 للمنتخب الامريكي. النهارده يوم 29/11 بتخص الذكرى السنويه للنادي الاهلي بفوزه باللقب الافريقي الثاني في تاريخه عام 87 ببطوله دوري ابطال افريقيا، ولكن كانت نسخه استثنائيه. هتقول لي نسخه استثنائيه ليه؟ هقول لك نظرا للظروف اللي مر بيها لاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني والاداري والطبي للي حدث ليهم خلال البطولة دي، وده اللي هعرضه لكم حالا عليكم دلوقتي. في بداية البطولة نجمة الأهلي الثانية جاءت في ظرف تاريخي. فريق من الشباب بيضم الحارس أحمد شوبير والتوأم حسام وإبراهيم والكابتن حمادة صدقي وأسامة عرابي، مع نخبة من اللاعبين الكبار زي كابتن ربيع ياسين وطاهر أبو زيد ورئيس النادي الأهلي الحالي كابتن محمود الخطيب اللي اعتزل مباشرة عقب انتهاء البطولة وتتويجه مع الأهلي باللقب القاري الثاني ليه ببطولة دوري أبطال أفريقيا. ركزوا في اللي جاي معايا عشان اللي جاي معايا ده مش هيصدقوا عقلي. لو أي فريق تاني كان مكان النادي الأهلي، مش بقول كده عشان أنا أهلاوي والله، يا كان خسر من بدري يا إما كان انسحب وطلع من البطولة. في بداية البطولة قابل النادي الأهلي فريق أفريكا سبور، وما أدراك بأفريكا سبور وقتها فريق كان بيضم أكتر من 7 لاعبين لمنتخب كوتيفوار وقتها، لتنتهي مباراة الذهاب في كوتيفوار بنتيجة 2-0 لصالح فريق أفريكا سبور. وفي مباراة العودة يفوز النادي الأهلي أيضا بثنائية، جون لحسام حسن بمقصية رائعة في شباك الحارس، عشان جمهور الأهلي وقتها يردد إن الهدف ده كان هو سبب الأهلي في الحصول على البطولة. ولكن قبل نهاية المباراة ب3 دقايق كابتن أسامة عرابي بيحرز الهدف الثاني قبل نهاية المباراة ب3 دقايق في الدقيقة 87 عشان يلجأ الفريقين لركلات الترجيح ويفوز النادي الأهلي وقتها. هتقول لي هي دي الملحمة اللي قدموها لعبة الأهلي؟ هقول لك لأ. هتقول لي طب فين الصعوبات اللي واجهها؟ هقول لك لسه جايه. ولكن انا بتكلم في مباراه زي دي بفريق بيضم عناصر من الخبره، وفريق ايضا نفس الفريق بيضم عناصر من الشباب، انه يقدر يفوز على فريق فيه 7 لاعيبه دوليه لمنتخب كوت ديفوار. تعالى في اللي جاي، النادي الاهلي كان هيقابل مين؟ فريق اشانتي كوتوكو الغاني، وما ادراك بالفرق دي وقتها. دلوقتي الفرق بتاعت افريقيا كلها
ممكن تظهر كسنة أو اتنين ماكسيمم وتبدأ تبيع في اللعيبة بتاعتها في أوروبا، زي ما بنشوف مع فرق مازيمبي، مع أنيمبا النيجيري، مع أسك أبيجان، مع كل الفرق دي. اللي بيميز النادي الأهلي عن أي فريق تاني إن الأهلي بيحافظ على لاعيبته، بيحافظ على الكيان بتاعه، ومن هنا النادي الأهلي بيقدر إنه يبني فريق لمدة 10 سنين قدام يحتكر أي بطولة يدخلها بغض النظر عن التحكيم وعن الاحتواء. ثم يواجه الاهلي فريق اشانتي كوتوكو الذي اخرج الزمالك من دور ال 16 في نفس البطوله بنتيجه 5-0. انت متخيل؟ نادي الزمالك وقتها كان بيضم لعيبه دوليين كتير في منتخب مصر، يخسر بنتيجه 5-0 من اشانتي كوتوكو عشان فريق الاشانتي يواجه النادي الاهلي. ما تنساش اني قلت لك في حلقه امبارح ان النادي الاهلي في اول بطوله قاريه ليه فاز على فريق اشانتي كوتوكو اخذ منه اللقب، فهنا الاشانتي عايز يرد الطار. فايه اللي حصل؟ في مباراه الذهاب في القاهرة فاز النادي الأهلي بثنائية نظيفة، ولكن بقى التعادل في مباراة العودة للنادي الأهلي خسر فيها 1-0. تخيل إن النادي الأهلي وقتها كان مسافر بطيارة حربية. أيوة زي ما بقول لك كده، طيارة حربية. هتقول لي سافر بطيارة حربية إزاي؟ هقول لك كان في وقتها حرب ما بين ليبيا وتشاد، وكان وقتها المجال الجوي مقفول، إن ممنوع أي طيارات عادية تعدي. أي طيارة هتعدي على طول هتتضرب. عشان كده النادي الاهلي سافر بطياره حربيه كانت بتضم لاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني والاداري والطبي، ولكن بعد الوصول لغانا اقترح فريق اشانتي كوتوكو ان هم النادي الاهلي ينزل بباص لحد ملعب المباراه، ولكن لاعيبه النادي الاهلي رفضت، لان زي ما حصل في 82 كان هيحصل في 87، وده اللي حصل. واقوله لكم كمان شويه، النادي الاهلي بيوصل بالطياره لحد الملعب اللي كان عليه المباراة، والطيارة فضلت مستنية بره لحين انتهاء المباراة. ولكن لاعبو النادي الأهلي بعد انتهاء المباراة بنتيجة 1-0 وصعود الأهلي، نزل جمهور أشانتي كوتوكو ضرب لاعيبة من النادي الأهلي وضرب طاقم التحكيم، ولكن نزل الأمن فض الاشتباك بعد محاولات من جمهور أشانتي كوتوكو إن هم يعني يحاولوا يؤذوا أي حد من لاعيبة الأهلي. وكان انضرب وقتها كابتن طارق سليم وكابتن أسامة عرابي، ولكن النادي الأهلي الأمن بعد ما حصلت الواقعة قدر الأمن إنه يأمنه ويخرج للطيارة بسلام. والمثير للجدل وقتها إن لاعيبة النادي الأهلي غيرت هدومها في الطيارة وهي راجعة للقاهرة. أنت متخيل الكلام اللي أنا بقوله؟ ده اللي حصل في المباراة مع فريق أشانتي كوتوكو. عشان يصعد النادي الأهلي للمباراة النهائية لمواجهة مين؟ فريق الهلال السوداني. وقيمة المباراة في السودان ما بين 60,000 متفرج، وانتهت بالتعادل السلبي 0-0. ولكن في مباراة العودة في القاهرة أمام 120,000 متفرج في مباراة الوداع للكابتن محمود الخطيب فاز النادي الأهلي بثنائية نظيفة. ولكن لما تيجي تخص البطولة دي وتذكرها بالأخص هتلاقي جمهور الهلال السوداني يقول لك احنا اتلغى لنا هدف، ولو الهدف ده كان يحتسب كانت النتيجة اتغيرت. وبغض النظر الهدف اساسا كان اوفسايد، لكن هم لحد دلوقتي مقتنعين ان الحكم اللي مخسرهم. طب الهدف كان في الدقيقه كام؟ 89. طيب النتيجه كانت كام؟ 2-0. الوقت الضايع كان كام؟ دقيقتين. يعني حتى لو الهدف صح ما كانوش هيقدروا يرجعوا للمباراه. وقتها النادي الاهلي بيفوز بنتيجه 2-0 ويتوج باللقب القاري الثاني في بطوله دوري ابطال افريقيا، ليعلن وقتها رئيس النادي الاهلي الحالي كابتن محمود الخطيب اعتزاله كرة القدم، ويفوز النادي الاهلي بالبطولة الثانية له في تاريخه سنة 87 بعد الملحمة اللي خاضها لاعيبة النادي الاهلي من حرب نفسية وعصبية داخل المجال الجوي خارج القاهرة